وكان زمان مفيش آلات حديثة زي دلوقتي، فكان الفلاح بيعمل مجهود كبير جدا سواء في وقت الزرع أو الحصاد. والفلاح اللي يمسك المحرات ويخطط ويقصب ردم اللي يطلعه بالبهايم. كنا بنعرط بالبهايم ونقطع بالفاس ونعمل نعمل جني بالفاس ونزرع بالشاضيه ونزرع باللسعه. ما كانش مكان خالص خالص، هي الطنبوش. انما لما الناس كترت عملنا طنبوشة تانية جنب منها بعيد شوية كده، بقى كل واحد كل مثلا 10 تنفار ولا حاجة على طنبوش، كل واحد عارف ايه دوره. انت دورك بكرة، دور بعده، انت دورك الساعة كده نروح نعلم. ابوك ابراهيم ابو شوش كان بيسقي بالشادوف، شادوف والطنبور اللي كان بده بق، يعني يجيبوا ميه من البحر ويحطها للطنبوشه، والطنبوشه تشتغل وتجيب تطلع الميه فوق. ده الدورة دي بقى كان هو الخير كله. الدورة دي ما كناش بنشتري حاجة للبهايم خالص. الدورة دي كان أول هم وهو صغير كده نخفه البهايم تاكله، اما يكبر شوية ينقوا بقى العود المزنوق ويأكلوه للبهايم. ما كناش بنشتري علف خالص. نعمل نقرة الرز ونحزم ربطة ونعم حتة كده في الأرض بقى ايه زي جور، يجي المزري نحوله من الأرض ورص جرس عرض كده، يجي البابور يطلع على الجرس ده يدوس عليه ساعة 3/4 ساعة على قد ايه الجرس ما هو موجود. ما كنا بنتغلب النورج نضمها على ايدينا، كانش في مكان يضم، كنا نضمها على ايدينا والجمال تشيلها ونوديها الجرن وندرسها بالنورج بالبهايم، نعلق الحمار شويه ونعلق الجاموسه شويه ونعلق البقره شويه، نعلق الحاجات دي بقى ايه ندرس عليه. ونيجي بقى نهار التخزين نجيب أجزة وبودرة ونقجسها ونطلع بقى بالجف. كان بالجف، كانت حد يشتري بالمقطف الجف. شوف الجفة كانت قد ايه. باخد البهايم من الصبح اروح اوديها واحط لهم اكلهم وابسطهم، وده النتيجة اجي اشتغل يا ابني شغل البيت، الوحلة والجلة والحاجة دي، ونعمل شغلنا ورجعت انا طرد اروح للبهايم. بقيت انا اللي افلح بقى، اعلق الطنبوش واعلق المكنه وازق وسهر بالليل، نفحت نفسي. القطن اجمع ب30 نفر بالنهار، اعمل لهم غداهم بالليل، اجهز غداهم بالليل، اعمل الرز المعمر، احشي الحلتين المحشي واكون عامله كيوانين في الغيط، اجيب لكم يا ولاد تشربهم، يقولوا اي خلع عزا والنبي، اروح دفقه سدريه الميه على المحشي وحاطه الشعل ومحضره الخشب على ما تقوم يكون المحشي استوى.